أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان، كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه؟ لا يفكروني بمثل عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج زي ما الكاتب بيقول. في البرنامج ده هنشرح مع بعض، هنجيب كتاب ونشرحه ونبسط مفاهيمه، يعني الناس الكسولة يعني ما بتحبش تقرأ ولا تفتح كتاب زي حالاتي كده يعني. ومعانا النهارده كتاب العادات الذرية للكاتب جيمس كلير. وفي الحقيقة الكتاب ده من أحسن الكتب في إزاي إنك تكون عادة، وإزاي إن أنت تستمر فيها، وإزاي إن أنت توصل لحاجة أنت عاوزها. ومعانا في الحلقة دي قصة الكاتب. وزي ما الكاتب قال، في اليوم الأخير من تانية ثانوي اتضرب في وشه بمضرب بيسبول لما كان واحد صاحبه بيلعب. عارفين انتوا مضرب البيسبول؟ بيضرب بيه وفلت منه المضرب، قام راشق في بين عينيه، ولما رشق المضرب بين عينه كسر مناخيره وحصل له كسور في جمجمته وشوه محجر عينه. لما فتح عينه لقى ناس كتير حواليه بتساعده، وبيبص تحت منه لقى بقعة دم كبيرة، فقام صاحبه خلع قميصه وقام عطوله يسد بيه مكان الدم والنزيف اللي سال منه. وساعتها ما كانش حد عارف مدى خطورة الموقف اللي هم فيه، وجه مدرس وسنده لحد ما وصله لمكتب الممرضة. وكان مكتب الممرضة بعيد عنهم شوية، فنزلوا من على التل عشان يوصلوا لمكتب الممرضة. كان في وقت يعني بيضيع، وما كانش حد عارف خطورة الموقف ولا كان عارفين أهمية الدقيقة في الوقت ده. ولما وصلوا مكتب الممرضة سألته شوية أسئلة. من ضمن الأسئلة دي قالت له احنا في سنة كام؟ قال لها في سنة 98. هما كانوا في سنة 2002. فقالت له مين رئيس الولايات المتحدة؟ قال لها كلينتون. وكان في الوقت ده رئيس الولايات المتحدة كان بوش. السؤال الثالث بقى يعني ممكن نعتبره احنا شتيمة، بس هو اصلا سؤال عادي يعني عندهم، اللي هو امك اسمها ايه؟ المهم يعني هو تفهم الوضع، قعد 10 ثواني كده ولا حاجة، وانا قايل لها اسم امه يعني عادي. وده كان اخر سؤال تسأله له الممرضة. وبعدها كان جسمه عاجز على التأقلم على التورم السريع اللي حصل فيه، فأغمى عليه. وبعدها وصل الإسعاف وحولوه للمستشفى المحلي. وبعد وصوله بشوية بدأت أجهزته الحيوية تقف، وكان عاجز تماما عن ممارسة الأنشطة الحيوية الأساسية زي مثلا التنفس، البلع. والأطباء قرروا إن المستشفى المحلي مش مجهز للتعامل مع الحالة دي، وخرجوه من المستشفى على نقالة. وكان في ممرضة ماسكة الأكسجين على بقه يدويا عشان يوصل الأكسجين للرئة. ولما كانت أمه معاه كان أبوه راح البيت عشان يقول الخبر لإخواته، ووزع بقية إخواته على قرايبه عشان يوصل لأمه في المستشفى. ولما وصل المستشفى جرى عليه حوالي 20 دكتور عشان ينقلوا له وحدة الصدمات. وفي الوقت ده كانت دماغه ورمت قوي لدرجة إنه عانى من تشنجات، وكان عظمه المكسور محتاج يتصلح. وكان في الوقت ده ما كانش جاهز لأي عملية بسبب حالته الخطر. وبعدها دخل في غيبوبة ثالثة. وما كانش أبوه وأمه غريبين عن المستشفى ده، لأن من 10 سنين كانت أخته اتشخصت بمرض سرطان في الدم. وبعد 2.5 سنين من العلاج الكيميائي والبذل القطني وخزعات الدم خرجت سليمة. ودلوقتي وبعد 10 سنين رجعوا لنفس المكان تاني مع طفل تاني. ولما دخل في الغيبوبة المستشفى بعتت لهم راجل دين يواسيهم وأخصائي اجتماعي، وكان نفس راجل الدين هو اللي كان معاهم من 10 سنين. فترة التعافي في بداية اليوم اللي بعده بدأ يفوق، والدكاترة اطمنوا عليه وتحسن وكل حاجة تمام، بس ما كانش بيعرف يشم. فالدكاترة ادوله علبة عصير عشان يشمها، عشان يعرفوا هو بيشم ولا لا، وحاسة الشم عنده شغالة ولا لا. فجاء وهو بينظف مناخيره، طلبوا منه ان هو ينظف مناخيره. وهو بينظف مناخيره ضغط على نفسه قوي، فالكسور اللي في محجر عينه اتحركت وزقت عينه لبره. فعينه كان كل اللي مثبت عينه في دماغه جفن عينه والعصب اللي ماسك عينه للدماغ. دكتور العيون قال لهم هترجع مكانها تاني بس لما الهواء يخرج، وادالهم مهله اسبوع. هو ما كانش عارف هي هترجع مكانها تاني امتى، بس ادالهم مهله اسبوع ان عشان يبدا يشتغل فيها ويعرف يشتغل، يكون هو ارتاح شويه. وكان شكله ساعتها عامل زي اللي خارج من ماتش مع محمد علي كلاي. وكانت فتره صعبه عليه جدا، لانه قعد اكتر من شهر عاجز عن الرؤيه، وقعد اكتر من شهر عشان عينه ترجع مكانها تاني. وكان حاسس ان كل حاجه انتهت وخلاص كده وقفت على كده. في العلاج الطبيعي اتعلم ازاي يمشي في خط مستقيم وتعلم الحركات الاساسيه في المشي. كان عنده عزيمه واصرار ان ما يخليش اي حاجه تحبطه ولا توقفه. زي اي انسان طبيعي
بيجيله في وقت كده احباط، بيبقى محبط فيه، مش عايز يعمل اي حاجه، ملوش نفس لاي حاجه. بس انت لو ما اتحركتش مش هتوصل لحاجه ولا هتوصل لهدفك. فانت ازاي يعني هتفضل قاعد مكانك وتوصل؟ فحتى ربنا بيقول وان ليس للانسان الا ما سعى. ولما رجع للملعب تاني حس قد ايه ان هو هيتعب عشان يوصل للي هو كان فيه تاني. وابوه كان بيلعب في الفريق في الدرجه الثانيه في فريق سانت لويس، وهو كان بيحلم ان هو يبقى محترف زي ابوه. وبعد شهور من اعاده التاهيل كان كل حلمه من الدنيا، كان كل اللي هو عاوزه من الدنيا ان هو يرجع يلعب تاني. بس ده كان صعب عليه طبعا، لان هو كان بيلعب في الدرجه الاولى، والوقت مع تتابع المباريات اللي فاتته وكل ده اللي فاته بقى بيلعب في الدرجه الثانيه. وده كان صعب عليه ان هو يرجع. كان صعب عليه لان هو من هو عنده 4 سنين كان بيلعب بيسبول، ودي كانت حاجه صعبه جدا عليه نفسيا. ويعني ممكن تكون فيها شيء من اهانه ليه، ان هو يعني من 4 سنين كان كل حلمه ان هو يطلع يلعب بيسبول، وفجاه كل ده راح. وبعد سنه من الشك في نفسه قدر يرجع للفريق الاول وهو في اخر سنه في الكليه، وكان مؤمن ان هو ممكن يبقى لاعب عظيم، ولو الظروف هتتحسن فهو الوحيد القادر على ان هو يعمل ده، وان هو المسؤول الوحيد عن ظروفه وحالته، وهو اللي بايده يرجع او يتقدم او يتاخر. وجت لحظه التحول اول ما دخل الجامعه بعد 2 سنين من اصابته، وكان هو ده المكان اللي اكتشف فيه القوه المدهشه للعادات البسيطه. نيجي بقى لازاي اتعرف على العادات. وزي ما قال الكاتب ان دخول الجامعة كان افضل قرار خده في حياته، عشان لقى مكان ليه في فريق البيسبول، وانه على الرغم من انه كان في ديل قائمة اللاعبين بس لقى مكان ليه في فريق الجامعة، وقدر يكون رياضي جامعي، وما كانش حاطط في باله انه يبقى اللاعب الاساسي في الفريق. عشان كده ركز على تنظيم حياته. فلما كان صحابه بيخبطوا فلوس الكورس ويروحوا يسهروا في البلاي ستيشن، كان هو رسخ عادات نوم مفيدة وحرص على ان اوضته تبقى نظيفة ومتنظمة. وكانت العادات دي بسيطة لكنها ادته ثقة في نفسه وحسسته ان هو مسيطر على حياته، وبدأت الثقة دي تنعكس عليه في دراسته، وبالفعل قدر يجيب امتياز ليه في اول سنة ليه في الجامعة. وايه هي العادة؟ العادة هي سلوك بيتكرر بصورة دورية، وفي بعض الاحيان بيبقى باسلوب تلقائي، يعني بتبقى حاجة تلقائية فيك. ومع كل ترم كان بيخلصه كان بيراكم عادات صغيرة بسيطة لكنها في الآخر بتديله نتائج مذهلة ما كانش يتوقعها. يعني مثلا على سبيل المثال كان هو متعود ان هو يروح الجيم عدد مرات من الأسبوع، كان وزنه 170 رطل، وصل ل 200 رطل في سنة واحدة. وبالمناسبة يعني الرطل ده تقريبا نص كيلو. وفي سنة تانية بقى أحد الرماة الأساسيين في الفريق. وفي سنة تالتة اختاروه زمايله عشان يبقى قائد الفريق. في نهاية الموسم اختاروه بقى واحد من الفريق المجمع بتاع الولاية، ودي حاجة كبيرة جدا عندهم. فعاداته اللي غيرها، العادات البسيطة اللي غيرها في النوم، اللي غيرها في الدراسة، في المذاكرة، في تدريبات القوة اللي عملها، ما ظهرتش غير في آخر سنة ليه في الدراسة. وبعد 6 سنين من الحادثة اللي حصلت له اختاروه عشان يبقى اللاعب الأول في فريق الجامعة، واختاروه عشان يبقى في فريق اللاعبين الجامعيين، وده شرف ما يتمنحش غير ل 33 واحد بس على مستوى الولايات. ولما جه وقت تخرجه كان اسمه متسجل في كتاب الأرقام القياسية في 8 فئات مختلفة، وفي نفس السنة حصل على أرفع تكريم جامعي هو ميدالية الرئيس. وهو شاف إنه عمل اللي قليل جدا من الناس قدرت تعمله، وهو حقق أقصى ما بوسعه عشان يوصل للي هو عاوزه. ومؤمن جدا إن اللي في الكتاب ده ممكن يساعدك أو هيساعدك إنك توصل للي أنت عاوزه. وكلنا بنواجه تحديات عظيمة في الحياة، وكانت الإصابة دي من صعب التحديات اللي مرت عليه، وعلمته درس عظيم جدا. علمته ان التغييرات اللي انت شايفها بسيطة، حاجات بسيطة جدا كده، اما تتراكم على بعضها بتوصلك لنتائج انت عمرك ما كنت تتخيلها. والكلام ده مش في سنة او 2، الكلام ده ممكن ياخد منك 1 و2 و3، بس خليك ملتزم بيها لحد ما توصل للي انت عاوزه. كلنا بنواجه عقبات في حياتنا، لكن على المدى البعيد تعتمد جودة حياتنا في الأساس على جودة عاداتنا. فتابع عاداتك، لو هي صح هتوديك للصح، ولو هي غلط هتوديك للغلط. فاعمل الصح واعمل لايك كمان.
فوصول الكاتب للنتائج دي ما كانش في لحظة فرق لكن كانت سلسلة متتابعة من العادات والمكاسب الصغيرة اللي مش هتحس بقيمتها إلا بالتراكمات، ومع الوقت هتحس بقيمتها وتحس بالفرق. فالخيار الوحيد اللي يوصلك لهدفك واللي انت عاوزه انك تعمل حاجات بسيطة جدا، فقليل دائم خير من كثير متقطع. وبكده تكون خلصت حكاية الكاتب، بس من هنا تبدأ حكايتك. فابدأ حكايتك، ما تستناش اي حاجة ولا تعمل الظروف شماعة تعلق عليها كسلك. فكل الناس اللي وصلت دي مش زيادة عنك، لا ايد ولا رجل ولا حتى عينين ولا حتى مخ ولا تفكير، بس انت مش شايف غير النهاية. انت ما تعرفش هم عملوا ايه عشان يوصلوا لكل ده، ولا تعرف ايه اللي حصل عشان يبقوا في المكان ده. فانت شايف النهاية بس، شايف ان ده ناجح، شايف ان ده مليونير، شايف ان ده مش عارف لعيب جامد، ده ممثل حلو، ده مش عارف ايه. كله تعب عشان يوصل، اتعب عشان تلاقي. بس ودي كانت نهاية حلقتنا، بس مش نهاية البرنامج. فلو عجبك المحتوى ممكن تدعمنا بلايك او سبسكرايب. استنانا في الحلقات الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.